معايا ومعاكم النهارده هقدم لكم طريقه عيش سهله وسريعه، بس انما ايه، عايزه اقول لك بدون تخمير وفي نص ساعه بس هتقدميها. لو انت ما عندكيش عيش في نص ساعه هيبقى عندك احلى عيش. وشايفين الطريقه قدامكم، اللهم بارك، بجد طالعه كلها كل رغيف احلى من بعضه. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف العيش بتاعنا ده اتعمل ازاي. ويا ترى ايه العيش اللي من دون تخمير ده احنا طبعا هنشوفه كله بمتابعه الفيديو. فيا ريت فضلا وليس امرا رجاء، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، ولايكات كتير بقى عشان الفيديو بجد يستاهل، عشان نعرف مع بعض العيش ده اتعمل ازاي. وايه يا ترى نص ساعه دي ان احنا نعمل العيش وازاي يكون من غير تخمير ويطلع قابب زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، العيش حبه عيش كده يستاهل بقكم. فيلا كده لايك وشير ومتابعه للفيديو، واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتشوفوا معايا كل ما هو جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو كده ونشوف العيش بتاعنا الجميل ده اتعمل ازاي، وازاي اتنفخ معايا كده، وازاي اداني اللون الجميل ده كله هنشوفه مع بعض بالتفصيل في الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي طبعا على الرسول. بتحل كل أكلة وكل وصفة وكل فيديو لينا، ففضلا وليس أمرا كده صلوا وسلموا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشوف الجمال والحلاوة دي بتاعتنا اتعملت ازاي. عيش يا ولاد السندوتشات، عيش المدارس، عيش اللي ما عندهاش عيش. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن ايه. بصوا بقى، اول مقاديرنا طبعا مؤمن ابن اخويا فلازم يعمل الشو شوية كده. هو اللي كان قاعد يعني بيلعب باللعبة اللي بيلعبها دي. بصوا بقى، انا هنا عندي حوالي 3 كيلو من الدقيق، وطبعا هننزل عليهم باكو كامل من البيكنج باودر، ومعاهم كمان نص كيلو لبن. ده لو موجود، لو مش موجود عادي جدا ان انت تعجنيه بميه، بس انا بقول عشان ان هو بيعلي القيمه الغذائيه. ومعانا هنا بقى طبعا الخميره البيره بتاعتنا. طبعا الخميرة دي لازم تكوني محضراها قبل العجين بحوالي 10 دقايق، دي خطوة مهمة جدا. ومعايا معلقة ونص من الملح. وطبعا هنكمل بقى بالمية الدافية بتاعتنا. يبقى هنا قلنا ان احنا بنستخدم 3 كيلو من الدقيق، عليهم معلقة ونص من الملح، عليهم باكو كامل من البيكنج باودر، عشان احنا هنا قايلين ان العيش بدون تخمير. فالبودر هيساعد معانا جدا في ارتفاع الرغيف كده، ويخليه قابب ومنتفخ معاكي زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو. فالبودر اساسي جدا في طريقة العيش اللي احنا بنعمله النهاردة. وطبعا استخدمنا كمان نص كيلو من اللبن، وقلنا لو اللبن متاح. مش متاح استبعدي الخطوة دي تماما وكملي بالمية عادي. عايزه اقول لكم بقى تنزلي كده بالميه حبه حبه صغيرين، عشان احنا هنا عايزين العجين يوصل لدرجه معينه من الليونه، يعني ولا قاسي قوي ولا طاري قوي. هنشوفه مع بعض دلوقتي في الفيديو. بصوا بقى، انزلي بعفوك كده على العجينه. كل ما تعجني كويس وكل ما تخدمي العجينه بتاعتك كويس تماما، كل ما تديكي رغيف كويس ويبقى نافخ. وتنشطي كده الجلوتين اللي في العجينه عشان ان هو يمط وتبقى زي الاستك كده معايا. بكده تبقي خدمتي العجينه كويس جدا. بعد ما تخدمي بقى العجينه وتنزلي بكل قوتك عليها، نيجي بقى ايه للخطوه المهمه دي جدا. هناخد كده معلقتين 3 كبار من الزيت ونلم بيهم العجينه بتاعتنا دي كويس. بس عايزه اقول لك خطوه اساسيه جدا، ان انت تخدمي العجينه هتاخدي رغيف عيش ملوش حل. يعني انزلي بكل عافيتك كده وكل زهقك في العجينه لحد ما تديك القوام المناسب اللي انت شايفاه ده. بصي اللهم بارك، بقت ملبن جميله خالص اهي. وبعد ما عجناها نغطي عليها بقى ونسيبها حوالي نص ساعه. نص ساعه بس، ولا قلنا ساعه ولا 2 ولا 3، هو نص ساعه بس. شايفين العجينه ما شاء الله تبارك الله جميله جدا. بعد نص ساعه بقى هنبتدي ان احنا نرش المعون بتاعنا زي ما انتم شايفين بالدقيق كده. واعملي بقى يا ست الكل الكور اللي انت عايزاه، يعني الحجم اللي انت عايزاه، كبير صغير وسط زي ما انت عايزه. انا هنا الحجم ده مناسب جدا وحلو جدا. ف ليكي مطلق الحرية بقى، اعمليه صغير كبير زي ما انت عايزه. بصوا بقى، هنكور العجين زي ما انتوا شايفين كده بنفس الكمية، ولا كبيرة ولا صغيرة، وتفضلي على مقاس واحد لحد ما تخلصي الكمية كلها. اخلص بقى الكمية وهرجع لكم.
يا سلام يا سلام، خلصنا الكمية بتاعتنا كورناها كلها مقاس واحد وبقت معانا كده. يلا بينا بقى نغطيها، والخطوة دي برضو مهمة. هنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي، ونيجي بقى ناخد كل كورة من الكور اللي احنا عملناها دي نفردها تماما زي ما انت شايفة كده. هتتفرد معاكي بكل سهولة لحد ما تخلصي الكمية كلها فرد بالحجم برضو المناسب اللي انا قلتلك عليه. تماما زي ما الفيديو موضح لك كده. هنفرد بقى كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرجع لكم تاني. استنوني بس، يا ريت ما تسرحوش معايا، واعملوا لايك كده، حطوا لايك للفيديو، والله الفيديو يستاهل وعيش بجد جميل. ويكفي ان هو في نص ساعة بس هنعمله ويبقى عندنا الخير كله موجود في قلب بيتنا. يلا بينا، استنوني هفرد الكمية بتاعتي وهرجع لكم تاني. فردنا كل الكمية بتاعتنا بقى. ولعنا الفرن بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وابتدينا نحط العيش الجميل بتاعنا. اللهم بارك، شايفين طالع نافخ وجميل ازاي ده. كل ما تدي العجين بقى يعني تخدمي العجين كويس جدا، وتنشطي كده الجلوتين اللي في الدقيق، كل ما يديكي رغيف جميل ومنفوخ زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لك ان في كام رغيف كده يعني هما انفردوا رقيق جدا، فعشان كده ما نفخوش. بس شايفين العيش في الفرن، اللهم بارك قدامكم اهو، وحاجه كده اللهم بارك. فيديو بجد فاخر ومن الاخر، ويستاهل لايك وشير وكومنت. ويلا كده ما تزعلونيش منكم، واعملوا اشتراك للقناه عشان القناه تكبر وتكتر بيكم يا احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناه ايمي والعائله. بصوا بقى ايه رايكم بقى في العيش الجميل السهل السريع اللي في نص ساعه عملناه. عايزه اقول لكم ده عيش الشندوتشات، عيش اللي مش موجود عندها عيش وعايزة عيش في نص ساعة هتقوم تعمله وتحضره. بجد الفيديو يستاهل منكم لايك، فما تبخلوش عليا باللايك ولا الاشتراك في القناة عشان اقدر اقدم لكم كل ما هو جديد. وتابعوني كده وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد، فضلا وليس امرا. حاجة كده اللهم بارك فاخر ومن الاخر. عيش عملناه في نص ساعة وكله ما شاء الله منفوخ وجميل ازاي، والطريقة سهلة وسريعة، وده اسهل نوع من انواع العيوش ان انت تعمليه. فيلا كده جربي في نص كيلو بجد مش هتندمي. طريقة سهلة وسريعة وعلى قد الايد، وفي نص ساعة بس هتنفذيها. عايزة اقول لك حاجة كده اللهم بارك بجد جميل جدا. يلا بقى اعملوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه. ويا ريت كده تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر عشان بجد الفيديو يستاهل. ولايك وكومنت يا احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة. شايفين؟ يلا بينا كده نفتح الرغيف ونشوف الرغيف قد ايه خفيف وهاشش ورقين من جوه وخفيف جدا، ولا رق كبير ولا رق صغير. وعايزه اقول لكم الرقين زي بعض. هفتح لكم الرغيف دلوقتي حالا وهوريه لكم. بصوا الرقين زي بعض، الرق الفوقاني زي الرق التحتاني. يلا بقى الفيديو خلاص انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. لكم مني احلى تحيه واحلى سلام. سلام.